لو أنا بنيت شقة في بيت أبويا وهو على قيد الحياة، هل الشقة دي هتدخل في ضمن الميراث بعد ما والدي يتوفى واخواتي يورثوا فيها زيهم؟ سؤال جالي من أحد المتابعين بيسأل في الجزئية دي. الجزئية دي مهمة جدا جدا، وبتعمل مشاكل كتيرة مع ناس، بسبب إن بعد ما الأب بيتوفى اخوات الشخص ده بيدعوا إن الشقة دي كانت مبنية وكانت موجودة، وإن هي من حقهم إن هم يورثوا فيها. طيب، لو حد عمل كده المفروض إن احنا نتصرف إزاي؟ المفروض إن حضرتك بتاخد عقد من والدك، بيكون العقد ده مش عقد بيع، لأ، العقد ده بيكون عبارة عن التنازل في حق التعلية، وينص فيه صراحة من جوه إن أنت باني الشقة دي من مالك الخاص، وتجيب اخواتك يمضوا عليه شهود علشان تتجنب لاحقا لا قدر الله بعد وفاة والدك، يعني ان هما يجي يورثوا معاك في الشقة اللي انت بنيتها بمالك الخاص، عشان ما تبقاش انت اهدرت فلوسك على الارض. فولو لايك، واستنوني في معلومة قانونية جديدة.